يعني مريت بفترة مش أفضل حاجة نفسيا وعاطفيا كدراسة وكل شيء. حاسس ان انت ضايع ومفيش حل لكل اللي في حياتك ده. عامة انا مريت بده وانا لسه في الفترة دي، يعني انا مش احسن حاجة نفسيا، بس انا خدت خطوة. لو حاسس انك بجد تقدر تكلم حد، تتواصل معاه، تقدر تكلم مستشفى، تبقى في حالة احسن، اعمل كده. كلم دكتور وروح للثيرابي واكتب لنفسك جدول وتابع، لان ما حدش هيبقى لك غير نفسك. ممكن تحاول تنهي حياتك، ده مش هيبقى حل، كلنا فاهمين اللي فيها، وربنا هيكون عايز غير كده. ربنا هو اللي اختار لك حياتك، مش من حقك تنهيها. صح، يعني هو الفيديو مش سكريبتد ولا فكرت في اي حاجة، وانا لسه في فترة الخنقة اللي انا فيها، بس قمت وقلت اصور اي حاجة تيجي في بالي. وده مثال للناس اللي ممكن تكون في فترة خنقة، مش قادرة تشتغل، طول اليوم بكون قاعد بس باصص للسقف، مش مش قادر ولا اكل ولا اشرب ولا اتحرك من مكاني، مفيش تحسن، مش قادر حتى اشتغل، مش قادر اذاكر لو انت طالب. ف ماشي، ده من حقك، وكلنا بنمر بالكلام ده، بس اهم حاجة تاخد خطوة. يعني محدش هيجي يشدك من ايدك يقولك ما تكتئبش، عيلتك هيزودوا عليك، صحابك محدش هيهتم اصلا. اللي هو انت لو اختفيت من السوشيال ميديا، قفلت تليفونك، بعت موبايلك، ايا كان اللي انت عملته في حياتك، محدش من صحابك هيهتم. فانت خد خطوة لنفسك، روح كلم ثيرابي، بس اتمنى تكون مبسوط في حياتك.